اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى هعمل لكم مقارنه بين مكوى تورنيدو والمكوى الصيني. طبعا المكوى الحمراء اللي هي انتوا شايفينها دي المكوى الصيني، دي بقى لها عندي بالظبط حوالي 5 سنين. على فكره شغاله كويس وكل حاجه. بس هي فيها عيب واحد بس، ان هي درجه الحراره بتاعتها مش زي طبعا تورنيدو، لان درجه تورنيدو بتبدا من 480 لحد 980. اما المكوى الصيني اللي انتوا شايفينها دي هي بتبدا من 100 من 150 لحد 230. ده اقصى حاجه حراره فيها 230. طبعا دي درجات الحراره اللي موجوده قدامكم زي ما انتم شايفينها كده، من 150 لحد 130. طبعا اول زرار تحت ان احنا بندوس عليه بنشغلها، وبعد كده بنظبط من الزرار التاني درجه الحراره اللي احنا عايزينها. زي ما انتم شايفين كده هنحط الفيشه ونجربها مع بعض. لو انت مش مقدرك ان انت تجيبي مكوى تورنيدو، فهي المكوى الصيني شغاله على فكره بقالها 5 سنين عندي كويسه جدا. هي بس مشكلتها زي ما قلت لكم ان هي درجه الحراره بتاعتها مش زي تورنيدو طبعا. هي اخر حاجه فيها 230. شايفين الزرار الاحمر اللي بيتحرك ده؟ انا كده بقلل الحراره وبزودها زي ما انا عايزه. طبعا بتستخدميها على درجه الحراره بتاعتها زي ما انت عايزه على حسب نوع شعرك. ده طبعا الزرار اللي احنا بنظبط منه والزرار اللي بنشغل منه. هي بتاخد مثلا وقت حوالي 10 دقايق قبل ما تبدأ تسخن، عكس تورنيدو مفيش 5 دقايق بتلاقيها سخنت على طول. بس هي شغالة مش وحشة على فكرة. شايفين هي بس الجودة بتاعتها اكيد يعني مش زي تورنيدو، لان طبعا تورنيدو اسم معروف وحاجتها كمان كويسة جدا. زي ما انتم شايفين كده الطبقة المغلفة في تورنيدو ديت على السيراميكا دي بتحمي، بتخلي الشعر فيه لمعة، وكمان بتسهل جدا في موضوع المكوى. بتلاقي شعرك على طول فيه انسيابية على طول من اول ما تستخدميها. طبعا دي درجات الحرارة اللي موجودة وانا كنت قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات. طبعا لو انتي مش قادرة ان انتي تجيبي مكوى تورنيدو فممكن تجيبي المكوى الصيني. على فكرة والله شغالة كويس جدا، بس هي بس مشكلتها زي ما قلت لكم ان هي درجة الحرارة بتاعتها مش قوية قوي. يعني ما تنفعش لو واحدة هتعمل شعرها بروتين، ما ينفعش انها تعمل بالمكوى الصيني خالص. انما مكوى تورنيدو طبعا بتبقى حلوة جدا في كبس البروتين، لان درجة الحرارة بتاعتها فعلا بتساعد ان انت البروتين يتكبس معاكي بسرعة، زي ما تكوني بتعملي في بيوتي سنتر بالظبط. طبعا وجه المقارنة طبعا الاتنين شغالين كويسين وكل حاجة، وكل واحدة ليها استخداماتها. لو انت حابه ان انت تعملي فريد شعرك عادي من غير ما تعملي بروتين ولا اي حاجه، فالمكوى الصيني شغاله معاكي مش هتقولك لا. وهي بس درجه الحراره بتاعتها اللي هي طبعا تعتبر قليله عن تورنيدو، بس شغالين على شغاله كويسه. وانا كنت جايباها ب 230 مقارنه طبعا بسعر المكوى تورنيدو جايباها ب 1000 ونص. في فرق في الاسعار طبعا، بس المكوى الصيني شغاله. لو انت حابه تشتريها ما فيش مشكله. هي ليها استخداماتها، والمكوى تورنيدو طبعا ليها استخداماتها. مكوى تورنيدو لو انت حابه تعملي طبعا شعرك بروتين بدل ما تروحي البيتو سنتر تعمليه وياخدوا منك فلوس كتير، انت ممكن تعمليه لنفسك في البيت. بتقللي طبعا، بتوفري طبعا فلوس اللي هتدفعها في البيوتي سنتر لعمل البروتين. ممكن انت تعمليه في البيت عادي. المكوى الصيني لو انت حابه تفردي شعرك عادي من غير اي حاجه شغاله معاكي كويس قوي. لو مقدرتك تجيبي دي او دي مفيش